بدقيقتين، فأتركها لك يا شيخ. إيه دكتور تتحدث وأنا لن آخذ من وقتك ولا شيء. روى الكليني. أوقفنا الاتصالات يا شيخ، ولا نعم. المشاهدون كثر اللي يتحدثوا معك. تفضل عندك دقيقتين يا شيخ. روى الكليني عن أبي عبد الله أن امرأة جاءت إلى عمر ابن الخطاب فقالت إني زنيت، فأمر أن ترجم، فأخبر أمير المؤمنين علي فقال كيف زنيتي؟ فقالت مررت بالبادية فأصابني عطش شديد فاستسقيت أعرابيا فأبى إلا أن مكنته من نفسي، فلما أجهدني العطش وخفت على نفسي سقاني فأمكنته من نفسي، فقال أمير المؤمنين تزويج ورب الكعبة. طبعا هذه أوردها الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله في الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، ولكن ليس بهذا المتن. لما قالت هذا فقال إنها كانت جاهلة، أي معذورة لها عذر بجهلها، لم تعلم الزنا، وقيل إنها مضطرة مجبرة، وهذا هو الصواب في الرواية التي ذكرها ابن القيم أنها كانت مكرهة على ذلك. وهذا اعتبره مقابل زواج وعلى متعة. فكرة وحتى الرواية عند ابن القيم هي ضعيفة لا تصح. على فكرة يقول له إيه؟ هذا تزويج ورب الكعبة. يعني ايه هذا تزويج؟ اعتبر المقابل من سقياها بالماء شربة الماء مقابل المتعة بها، مقابل المتعة، شربة بجماع، دي مقابل دي احتكار مرة. الدليل الفروع في الكافي المجلد الثاني 198. طيب يا دكتور، عندنا أمر عجيب جدا. قال السيد حسين الموسوي، بختم بها. نعم. جاءتني امرأة تستفسر مني عن حادثة حصلت معه، إذ أخبرتني أن أحد السادة وهو السيد حسين الصادر كان قد تمتع بها قبل أكثر من 20 سنة. الكلام على مين؟ سيد حسين الموسوي، أكبر مرجع الشيعة ما يصله. أنا أنقل المرجع تبرئة الأئمة الأطهار. نعم. فحملت منه، فلما أشبع رغبته منها فارقها يا دكتور، وبعد مدة رزقت ببنت، وأقسمت أنها حملت منه هو، إذ لم يتمتع بها وقت ذاك أحد غيره. طيب، وبعد أن كبرت البنت وصارت شابة جميلة متأهلة للزواج، اكتشفت الأم أن ابنتها حبلى، فلما سألتها عن سبب حملها أخبرتها البنت أن السيد المذكور هو نفسه استمتع بها فحملت منه، فدهشت الأم وفقدت صوابها، إذ أخبرت ابنتها أن هذا السيد هو أبوها، وأخبرتها القصة هو أبوها، فكيف يتمتع بالأم اليوم ليأتي ليتمتع بابنتها التي هي ابنته هو؟ ما الموقف يا دكتور؟ هذا موقف بحاجة إلى علاج يا دكتور. أود أن نجيب لهم باجل له يفضح اللي قالوه كله. أهو نص عندهم مختبئ ما أظهروه عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله عن المتعة فقال لا تدنس نفسك بها، لا تدنس نفسك بها، وهي دنس خفية في بحار الأنوار طلعتها من بحار الأنوار 100-318. لا حول ولا قوة إلا بالله. شفت بقى دول بيعملوا إيه في الناس؟ هذا ما أردت أنني أختم به. هذا حقيقة طبعا لسه كلام كثير أهو جدا، أدلة كثير أقول. أفسدوا على المسلمين دينهم.